السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتحاد اليوتيوبرز المغربيات لفن الطبخ يقدم لكم خامس عمل مشترك له، وعبارة عن مجموعة شاملة للغريبات ضمن وصفات حلويات العيد إن شاء الله، بالاشتراك مع شهيوات نينا ستقدم لنا غريبة باللوز بدون فرن. قناة طريقتي ستقدم لنا غريبة معلكة بالكوكو الزنجلان بدون زبدة ولا زيت. حلويات فاتن غريبة بالكوكو الزنجلان. مصطفى غريبة بالكاوكاو بدون زبدة ولا بيض. ريان قناتي سأقدم لكم غريبة البهلة بمذاق الكوكيز. حلويات خديجة غريبة باللوز والجنجلان. كويزين حنان ستقدم لنا غريبة بالشوكولات. طبخ ليلى سيقدم لنا غريبة بالكاوكاو. شيوات كوزينتنا ستقدم لنا غريبة بالشوكولات. قناة ذوق وحكم ستقدم لنا غريبة اقتصادية. سوسو كيتشن غريبة بالشوكولات فيغميسيل. غوصيت أمل قنطري ستقدم لنا غريبة سائلة بدون زبدة. حلويات أسماء ستقدم لنا غريبة بالنخالة والكوك. قناة نضال ستقدم لنا غريبة معلكة بالشوكولات. قناة حلويات النخيل ستقدم لنا غريبة بالبرتقال. قناة سميرة الحمدي ملوزة بالبرتقال. وأخيرا كليكوك غريبة بالقرقاع. لا تنسوا الاشتراك معنا في الصفحة الرسمية وكذلك في المجموعة في الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل في صندوق الوصف. ندوزو الآن تشوفوا الوصفة ديالنا اللي هي عبارة عن البهلة بمذاق الكوكيز. عندنا هنايا كما كتشوفوا جوج الاشكال. بالنسبه لهذا الشكل هذا بقات حبيبات الشوكولاط محافظه على الشكل ديالها. بالنسبه للشكل الثاني يعني حبيبات الشوكولاط دابت شويه وملي خلطتها عطات هذا الشكل هذا. حتى هو كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للاشكال بجوج كنتمنى ان الوصفه اليوم تعجبكم وتجربوا الفيديو. اشتركوا في القناه وفعلوا خدمه الجرس باش توصلوا بكل جديد، وكذلك دعموا الفيديو بلايك. ندوزو الان نشوفوا الطريقه ومراحل التحضير. بالنسبه لمقادير الوصفه كنحتاجوا 150 غرام ديال حبيبات الشوكولاط اللي غنديرهم في المجمد واحد ساعتين او 3 قبل ما نبداو نحضروا في الوصفه ديالنا. كنحتاجوا كذلك نص كيلو ديال الدقيق مغربل معاه معلقه صغيره خماره الحلوه. كنحتاجوا ربع ملعقه د القرفه. كنحتاجوا 150 ملل ديال الزيت. كنحتاجوا كاس العنبه سكر كلاصي. كنحتاجوا نصف كاس ديال الزبده مذوبه في حدود 100 ملل. كذلك 3 أو 4 المعالق ديال الزنجلان محمر في حدود 40 غرام. راس المعلقه الملحه او ممكن تستعملوا 4 معالق ديال السمن، لكم الاختيار. بالنسبه للحبيبات ديالنا ضروري ديروهم في الفريكو قبل ما تبداو الخدمه. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نغربل سكر كلاصي. كنضيف اقل من نصف ديال القرفه، وكذلك كنضيف الملحه او يمكن لكم تضيفوا السمن. كنضيف كذلك الزنجلان. كنخلط هاد النواشف ومن بعد كنضيف الزيت اللي هو 150 ملل، وكنضيف الزبده اللي هي 100 ملل. هاد البهله ما كنحتاجوش يعني نخليوها ليله كامله اولا نخلي اولا ندلكوها. عندها واحد كندلكها بالحكاكه بطريقه رائعه، كتجي سهله وكتكون مضمونه. كما كتشوفوا من بعد ما بسست الخليط ديالي بهذه الطريقه. هنا كما كتشوفوا غادي نبدا ندهلك الحلوه العجينه ديالي الخليط. غادي نبدا ندلكو بهذه الطريقه. كندوزو من هاد الحكاكه الغليظه. كنديرها هاد الطريقه كنديرها 2 مرات اولا 3 وكتكون عندي البهله ديالي موجوده. وفي حاله ما الى نفس المقادير استعملتو
وملي كتبغوا تجمعوا العجينه ما كتبغيش تجمع لكم، كتزيدوا شويه الزيت اولا شويه الزبده، لان راه على حسب الدقيق. بعد ما يعني حكيتها 2 مرات بالحكاكه كما كتشوفوا، جربت انني نكورها ما بغاتش تكور، يعني كتفرتت شويه، زدت ليها ربع كاس ديال الزيت. من بعد عاوتاني دلكتها مره اخرى وكتشوفوها هي ولات مزيانه. واخا تكون كتفرتت لكم زيدوها غير شويه الزيت، ها هي ولات مزيانه، لان على حسب الدقيق كيفاش داير، واش كيشرب اولا لا. دابا غادي نخليها واحد شويه بين ما يبرد ليا الشكلاط مزيان، عاد كيمكن ليا نستعملها ومن بعد كنشكلها كويرات. دابا ملي غنبغي نشكلها كنضيف ليها حبيبات ديال الشكلاط، وهما كيكونوا مجمدين، يعني نحاولوا ما نخدموهمش، كنخلطوهم في الخليط باش ما يسخنوش لينا، يعني باش يبقاو محافظين على يعني الشكل ديالهم في الفرن. دابا غادي نبقى نشكل. كنديروا كويره في حدود 20 غرام، على هذا الشكل. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. كتجي بحال الشكل ديال الكوكيز كيف كتشوفوا. بعد ما شكلت الحلوه ديالي كندخلها الفرن يكون متوسط الحراره، كنشعلوا عليها من الفوق على الوجه ديالها حتى كتشقق الحلوه مزيان. تشوفوها تشققات، عاد كنطلعوها الفوق اولا كنشعلوا عليها من التحت على حسب الفرن ديالكم. وملي كنشوفوها دهبات وخدات لون زوين صافي كنخرجوها. هذه النتيجه النهائيه كما كتشوفوا ديال الاشكال ديالنا بجوج. كيجي المذاق ديالهم ممتاز، كنتمنى انكم تجربوهم. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.